السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اللي عندكم الأدوات اليوم موجودة في الدوريات؟ طبعا عندنا الجهاز هذا كشف نسبة الكحول في الجسم عن طريق النفخ، عن طريق الهواء. عندنا اللي هو منظار ليلي بعيد المدى. عندنا اللي هي الكلبشات، هذه الكلبشات يدوية. عندنا نوع من العصا، صاعق كهربائي. برضو هذا نوع آخر. هذه عصا عادية. نعم. هذه كسر الزجاج. هذه أداة لفتح السيارة عن طريق كسر الزجاج أو كسر الزجاج لما يكون مثلا طفل محتجز أو أيوه ما شابه، يكون هذه يعني أسهل كسر الزجاج طفل أو أيا كان يكون داخل شخص محتجز داخل المركبة. نعم. هذه برضو القسم الجهة هذه لتعطيل الإطارات عن طريق اللي هي هذه اللي تعطيل الإطارة. تعطيل الإطارة. فك الإبرة. عندنا الجهاز هذا جهاز تحقق من الهوية عن طريق البصمة أو طريق البصمة أو عن طريق العينين أو عن طريق بطاقة الأحوال قال هنا، أو عن طريق تأكد عن طريق إدخال البيانات يدوية. نعم. هذه طبعا تعطي المعلومات لكل مواطن موجود أو مقيم. لكل مواطن أو مقيم. نعم. مسجل عليها بأي ملاحظة في أحد الأقسام. نعم. طبعا عندنا شوزن صعق كهربائي. هذا الشوزن الصعق الكهربائي. طيب آليته كيف يشتغل هذا؟ طبعا هذه طلقات غير قاتلة. هذه طلقات غير قاتلة. كهربائية. نعم. طبعا فيها اللي هو مروحة هنا أو ريش بالأحرى. هذه البطارية، هذه الأسلاك الكهربائية. طبعا مجرد هذه ما تطلع من فوهة السلاح تبدأ تشتغل المراوح بحيث أنها توصل للهدف. بدايتها هنا لما تضرب في الجسم فيها زي الإبر بحيث أنها تمسك الجسم وتعطيه شحنات كهربائية، صعق كهربائي وغير قاتلة، حتى اللي هو إلى غاية ما أنا أتمكن من الشخص إذا كان يواجه خطر أمامي، إذا كان مسلح أو يكون مع سلاح أبيض مع سكين أو خرطوم ويكون في حالة غير طبيعية حتى أتخلص منه وبعدها يرجع لوعيه الطبيعي. يعطيك العافية. الله يعافيك.